بسم الله المتبعين، غتتابعوا معنا المراحل مرحله بمرحله. تنكمل المراحل بدل التقنيه كي جات في الحطه زوينه، وغتتبعوا معنا شو كي جات ختوريه، حيت ما عطيش اللون الكورور مع الظلمه والليل. هاد الاضاءه ناقصه. التقنيه هي هذه شو كي جات. مرحبا بالمتبعين. شو اللون خاسر ومعكر. تبعوا معنا المراحل. بسم الله. بديت على بركه الله. المتبعين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ اموركم على خير؟ تمنيت من الله تكونوا على خير. تحيه لخارج المغرب وداخل المغرب. مرحبا بكم في القناه ديالي ديال الطباخ القاسمي. اليوم غنشارك معاكم ان شاء الله اكله زوينه محبوبه الجماهير المغرب ان شاء الله، المناسبات اللي كيتشهى بحال هكايا. التقليه اللي كتكون زوينه بكري. هذه تقليه عندي 2 كيلو تاع التقليه، حيت كتبان لكم بحال هكا. مولات الدار بغات نطيبها لها، قالت لي لا ما تكورطاش بزاف. منقيهم مغسوله بريو كتبان. دابا غنسلقها مزيان. دابا طلعت وغتبدا تطلع فيها الغليه. ممكن كتكونوا ديروا مليحه والخل. كديروا الخل ابيض، كديروا الخل بحال هكا مزيان. عطيوها الخل باش يحيد منا داك الجهد ديالها والريحه المجهده بزاف. نوريكم سر التقليه. خاصها تسلق مزيان وغادي نغسلها مزيان حتى تحيد منا كلها هذيك الريحه المجهده وداك الوسخ ديالها والتخد ديالها. وغنصبنها متصبينه مزيانه. نقولوا نغسلها وصافي. هاد الكوكو ديرها للسليق ديجا صالق فيها دابا كما سلقت فيها التقليه. دابا غنشارك معكم 2 كيلو ونص. هنايا غادي نشارك معكم غنخلط معها كيلو ونص تاع لحم الراس. ها هو لحم الراس هو هذا تا هو غادي غير نغسلوه حيت نقيه. هذا كيبان لكم من عند الجزار ونضيف وزوين نسالو. هو هذا كما تابعتوا معنا. وعندنا ان شاء الله التوابل اللي غنشرح لكم اللي كتكون ساهله، اسهل ما يكون. التوابل المغربيه المهم اللي كتبان لكم فيها التفصيل جمعتها. قلت بلا ما نبقى ندير دوك القراعي ولا هذا نبدا نوجد في العطريه، نوجدها من قبل ونشارك مع حبايبي وحبيباتي الفيديو يكون زوين. وهذا كلشي نتمنى من الله يكون واضح. غنهضر لكم ان شاء الله. كاين عندنا ان شاء الله هنا سكينجبير، واحد المعلقه تاع السكينجبير مقربصه صغيره مزيان، ومعلقه تاع البزار حنت على حسب الحرور على الذوق. وعندنا واحد 7 الفصوص كبار دول الثومه محكوكين هما هادم. وعندنا نص حامضه مصيره كبيره مرقاده زوينه، ومعلقه ونص خرقوم عرق اللي كيعطيني الكورور ويعطيني اللون زوين. وعندنا نص معلقه صغيره الملحه. وعندنا نص معلقه ديال سميتو عفوا ديال الكمون. معاه كنثبت في الهضره باش تبقى الهضره واضحه وتبقى العطريه واضحه. وعندنا المعدنوس نص قبطه مخلطه بالقزبر ومعدنوس، قطعتها تقطيعه باش تجي باينه وزوينه. ما زيدش عليا القزبر والمعدنوس يكون مطحون بزاف، يكون مدقوق مزيان. كنبغي بحال هكا باش يجي باين ومطحون وباش يعطي اللوغو ديالو. وعندنا واحد نص لافه ديال الزيتون حتى الاخيره. المهم غادي ان شاء الله نشرح لكم كيفاش الشرح. راه قلت لكم كاين هنا الابزار، سكينجبير، الكمون، الملحه، خرقوم عرق، الحامض مصير، الثومه. ما هضرش لكم على التحميره غنهضر لكم حتى الاخيره دابا. تحميره او ماطيش تحك، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. المهم التحميره ديروها، ديروا واحد المعلقه مقربصه حتى الاخير ما طاف. عاد ديروا التحميره حيت باش طلق لكم اللون وطلق لكم داك اللوين العكري اللي غيكون في التقليه. وغادي ان شاء الله كتبان لكم التقليه هي هذه مزيان غتغلي مزيان. وعاد غنشركها مع لحم الراس ان شاء الله، ونغسل لحم الراس ونشرك هذا كلشي في هذه الكوكوطيه هذه اللي وجدتها نقيه. وعاد غنضيف عليها التوابل كلها ونروي الرماء وما نقلي ما حتى شي حاجه، ونسد عليها الطيب ونبدا نشحر. وغتبقاو معنا مرحله بمرحله تنكمل المراحل كما تابعتوا معنا. وما هضرت لكم على زيت العود، الزيت الروميه وزيت العود. كاس ديال العنبه ما عامرش بين زيت العود وزيت الروميه، حيت الليدام كاينو في لحم الراس. وكاينه هاد الشحمه تاعي اللي طالقه الليدام هي هادي غدوب. واخا دابا غادي تسخن، وهذا هي اللي غتعطي الذيوبيه تتولي طايبه مزيان. عاد غيجي اللحم مشمع بهذيك العطريه
وبهذاك الزويته ديال الشحمه والزيت اللي غنضيفو. والمهم غنسلقها مزيان مزيان وغنغسلها وغتشاركوا معنا ان شاء الله العطريه. متبعين كما شاهدتوا معنا، دابا المهم راه قلت لكم غادي نشدها وغادي نسلقها ونغسلها مزيان مزيان. شوف تبارك الله تا ولات كتشعل، الغسيل كي ولات تنقات، ودابا البخار كيبان لكم راه طالع، دابا راه تغسلات. وهذا الحمر راس تا هو كما تا هو بحال هكا غيكون. غادي ان شاء الله نتا هو ندوزو في السلق وغنغسلو، غنسلقو دغيا نسلقو ونغسلو. غنغسل غنشرك دابا في الكوكوط وغتابعوا معنا. دابا بديت على بركه الله ان شاء الله، بسم الله نشرح لكم. دابا شركت الحمر راس مع التقليه وضيفتهم في هذا الكوكوط. المهم غنشرح لكم العطريه كلها ان شاء الله. الحامض مصير تا هو شتو كي داير. كتحيدوا ليه القلب بحال هكا، حنشد عربيد وحده كتشدوه بحال هكا، كتحيدوا ليه القلب صافي وكتديروا هكا صافي وتخليوه تما كيطلق النكهه ديالته. ونضيف العطريه كلها ان شاء الله، وغنضيف واحد غرفه الماء اللي في التوابل اللي بقات لي لاصقه في الطبسيل وديك الثومه وداك الشيء. دابا كتسمعوا في البوطه راه طرطق، زعما راه شعلتها كما تابعتوا معايا. المهم كتشدوا بحال هكا ديك العطريه كلها اللي درتها هنا، وندير القزبر والمعدوس في دقه وحده، ونضيف الزيت حتى الاخيره. عاد غندير التحميره ومطيش الحك والزيتون كتضيفوا بحال هكا، ونضيف الماء ان شاء الله. بسم الله شاد غير بيد وحده كتضيفوا الماء اللي غادي ان شاء الله اللي غيطيف فيها الحمر راس والتقليه. تغطيو على اللحم ونسد بالكوكوط ديالي ونضيف الصفاره. بسم الله، حيت ما خاصني من يشد ليا ولا كنشديت بوحدي ماشي مشكله. كتشدو كدور الصفاره الكوكوط دوروا بحال هكا وديروا الصفاره تكونوا موجدينها. والصفاره فينا مرحبا بكم متبعين. كما تابعتوا الكوكوط حليت عليها وخلطت الخليط ديال العطريه مع البخار طالع. دابا اضاءه ناقصه كتشدوا مطيش الحك، كتسيقوا معلقه، كتشدوا الفلفله حمراء حميره تسيقوا تمنى واحد المعلقه جوج صغار، كتشدوا تخلطوا الخليط مزيان مزيان بحال هكا باش ديك مطيشه وديك التحميره وكلشي كتعطيكم ديك النكهه ديك الحموريه. كتجي لذه وختوريه تبارك الله. هانتو دابا بحال هكا كتخليوها وتسد عليها تكمل الطياب ديالها. عاد غنضيف الزيتون ان شاء الله باذن الله. متبعين كما تابعتوا دابا ثاني الصفاره يلاه حيدتها وكنقلب غنقلب التقليه واش طابت ولا لا. فهمت علاش خاصني دابا نقلب باش ما تحرقش، حيت هاد الكوكوطه ديال الانوكس دغيا كيحرقوا. بسم الله. دابا بديت على بركه الله المتبعين. التقليه قلبتها لقيتها طابت. دابا كنضيف عليها نص حامضه مصيره الا كانت في اختياركم وبغيتو، علاش لا. كاين اللي يضيف المعدوس مقطع، انا ما كنبغيش المعدوس مقطع على الاخر، كنضيف غير الحامض. وكنضيف الزيتون زلافه مع مراش وكنخلط الخليط ديالي بحال هكا. ودابا حيت غنخليها طايبه في الكوكوط الموالين الدار، غير غنشارك معكم كيفاش جات وغنوريكم كيفاش في الحطان. غادي نشارك معكم كيفاش تبارك الله التقليه شو كي جات. حيت مع البخار كتشدو بحال هكا تبارك الله. هذه التقليه الحمر راس والكرشه والزيتون. شتو التقليه كي جات تبارك الله لامعه. ومع الجنب بحال هكا تمسحوا ولا بغيتو تحطوها. هذه بالصحه والراحه. هذه في الكوكوط تبارك الله التقليه كي جات رائعه يا سلام.